السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي نفسي وإياكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الفيديو ده فيديو مستعجل شوية، ما ينفعش نتأخر فيه. هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن الدجل والشعوذة وأثر ده علينا وعلى بيوتنا وعلى نسائنا. الموضوع وصل لشيء ما ينفعش ان احنا نسكت عليه يا جماعة. مبدئيا مش كل اللي بيقول قال الله قال رسول الله ينفع نقول عليه صادق وناخد منه كلام. حاليا حرفيا في ناس بتتاجر بوجعك باسم الدين. ايه السبب ان الدجل باسم الدين بينجح للاسف في الايام اللي احنا فيها دي؟ مش عشان الدين ضعيف. الفترة الحالية النفس بقت ضعيفة جدا جدا، والإنسان لما بيكون نفسيته ضعيفة أو هشة بيدور على أي طوق نجاة. لما بيحصل عنده أي صدمة نفسية بيدور على أي أمل يمسك فيه، بيبحث عن أمان سريع أو إجابة فورية اللي هو فيه أو اللي هو بيعيشه. بيسلم عقله لأي حد يدعي السيطرة أو يدعي إنه فاهم شوية في الدين أو يدعي إن عنده علم وهيش فيه. وللأسف ده اسمه تعليق الأمان على الخارج. انا منتظر الامان من شخص ما اعرفوش اطلاقا. عايز اقول لكم ان ربنا عز وجل يعلم كل اللي احنا هنمر بيه ده، فما سابش اي حاجه الا لما علمنا لو حصلت نتعامل فيها ازاي ونفهم الرساله ازاي. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. النتيجه يا رب فزادوهم رهقا، زادوهم تعب، زادوهم شقاء. مفيش علاج بعيد عن ربنا. مفيش علاج لحد يقول لك اديني فلوس وانا هشفيك شفاء مضمون. ده مش علاج، مفيش علاج ابدا حتى لو برقية شرعية ان شخص غريب ما تعرفيهوش يلمس جسدك. ما ينفعش حتى لو ايه. ده مش علاج، ده انسان، ده انسان متحرش، ده انسان ما يعرفش ربنا. طب يعني ايه دجل باسم الدين؟ هو استخدام القرآن والسنة في غير موضعهم. يفضل يقول كلام زي اللي حضراتكم طبعا شفتوه في الفيديو اللي انتشر الفترة الأخيرة، بيستخدم القرآن وبيستخدم السنة في غير موضوعهم عشان يخوف الناس، عشان يعلق قلوبهم بغير الله، عشان يدعي علم الغيب. وحرفيا ده من أعظم أبواب الفتن. الله عز وجل قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أمثلة بقى وعلامات واضحة بتقولك إن الشخص ده دجال. الشخص ده لا يدرك اي شيء عن الدين. انك مجرد ما تحكي اي مشكله يقولك معمول لك عمل، او انه يقولك ادفعي مبلغ معين عشان افكلك السحر، او انه يا عيني يكون تقي بقى واخد روح التقوى شويه ويقولك ما تروحيش لدكتور، كفايه الايمان بالله. كمان علامات يقينيه تعرفك ان الانسان ده دجال. بيخوفك اكتر ما بيطمنك، بيحاول بكل قدرته انه يعزلك عن الاهل باسم العلاج. يطلب طبعا منك فلوس مقابل الشفاء اللي هو هيشفيهولك. طبعا الكارثه الاخيره انه يخلي نفسه وسيط بينك وبين الله عز وجل. اكبر كارثه بيوصلك لا اراديا انك ما تعرفيش تاخدي خطوه لما